أتمنى أن أكون آخر صحفي في المغرب يحاكم بسبب كتابته بالقانون الجنائي. نريد أن يكون لنا قانون صحافة نتحاكم إليه كصحفيين لا كمجرمين. كانت هذه أولى كلمات رشيد نيني بعد عام قضاه في السجن، يعرفه جل المغاربة بعموده الصحفي الشهير شوف تشوف. هو العمود نفسه الذي قاده إلى الاعتقال بتهمة الاستخفاف بقرار قضائي ونشر معلومات غير صحيحة عن جرائم غير معترف بها. يقول زملاء نيني إن الكتابة في مواضيع حساسة جدا كانتقاد شخصيات أمنية ومخابراتية لا يبرر متابعة الصحفي بفصول القانون الجنائي. حنا تنستنكروا السلوك ديال السلطات، كنطالبوا بإشاعة الحريات، كنطالبوا باحترام حرية الصحافة، وكنطلبوا من السلطات أن تكف عن تناقض بين الخطاب وبين الممارسة. اعتقال رشيد نيني جاء في وقت تعالت فيه أصوات إعلامية وحقوقية بتعديل قانون الصحافة. مطالب تركزت خصوصا حول إلغاء العقوبات الحبسية وعدم اللجوء إلى القوانين الجنائية عندما يتعلق الأمر بقضايا النشر. كانت صدمة قوية بالنسبة للطاقم العامل بجريدة المساء. نحن حاليا نشعر بالكثير من الفرح لاستقبال رشيد نيني، وفي نفس الوقت نشعر بالأسى لأنه أول صحفي قضى عقوبته حبسية كاملة في ظل العهد الجديد. الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية أعلنت غير ما مر عن نيتها فتح صفحة جديدة في مجال الحريات ووقف الممارسات غير الديمقراطية، لكن عددا من الحقوقيين يرون أن التغييرات التي تحدث في المغرب طفيفة وأن عددا من ممارسات الماضي لا تزال قائمة.